ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم معانا في شقة جديدة، وشقة زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا بقى الجمال اللي هتشوفوه النهاردة، ابهار في تفاصيل الشقة دي. الشقة دي اللي فرشاها ايتن عامر، حد راقي جدا، من ناس راقيين جدا اللي بيفرشوا الشقق باسلوب راقي وذوق عالي جدا. وده اللي هتشوفوه في الفيديو. ده رقمها وده اسمها. طبعا ده كمان لينك اسمها على صفحة الفيسبوك اللي حابب يتابع الشغل بتاعها. ان شاء الله عاملة تخفيضات حلوة جدا لكل عريس وعروسة. بصوا بقى الشقة دي، ده فحر على الحيطة. بصوا بصوا جمال التابلو ده مش تابلو، ده شغل يدوي هاند ميد على الحيطة نفسها. حطولنا لايك لأمر النهاردة، ولأول مرة يشوفنا في القناة ياريت تشترك معانا. هتستفيدوا جدا من الأفكار اللي بنقدمها، والديكورات العروسة بتجهزي أو ست بيت بيجددي بيتك. كل فيديو تخرج منه بفكرة جديدة تقدري تطبقيها. بصوا بقى هنا شقة النهاردة، شقة فيها تفاصيل حلوة جدا، بإذن الله تنال إعجاب حضراتكم. يعني الشقة دي مبدئيا ده رقم اللي فرشة الشقة، أستاذة أيتن عامل. تحفة في التفاصيل، ذوقها والتعامل بتاعها في رقي عالي جدا. بصوا بقى شوفوا الجبسون بورد والتفاصيل اللي فيه. الألوان الشقة معظمها درجات الأبيض والأوف وايت والجريب. فطبعا الدرجات دي من الحاجات اللي بتدي مساحة للشقة وبتوسع أي مساحة عندك. وكمان بتخليك تقدري تتحركي في اكسسوارز، ألوان خشب، ألوان فرش، كل حاجة بتقدر تليق على الألوان دي. ما بتبقيش يعني متحجمة بحاجة معينة. هنا الحمام شو بقى، هي عاملة الفوط بالطريقة دي، حط عليها الورد. هنا بصوا كمان الحمام هنا مساحته مش كبيرة قوي، بس بصوا تنسيقه واستغلاله صح. الستارة طبعا دي أفضل من الستاير اللي بتبقى القماش. والواحدة اللي تحت الحوض سيمبل قوي. هنا وحدة الكابينة شاور، شكلها وتصميمها مختلف اهو. بصوا بقى الجمال في التفاصيل هنا. اوضه النوم بقى والتفاصيل اللي فيها، والسفرة والريسبشن تحفة. العروسة مختارة كل حاجة بعناية ودقة. هنا بقى عاملين السخان كده جنب العمود بشكل ما يبقاش باين في الحمام. والوحدة الرخامة اللي موجودة يتحط عليها بقى ورد، أي أكسسوارز، فعاطية شكل حلو جدا. ده شكل الحمام. الحمام كمان فيه جبسون بورد من فوق. بصوا بقى ندخل دلوقتي أوضة النوم. الأباليك والإضاءات اللي معمولة في الشقة حلوة جدا. البارتيشنات، الفواصل اللي بين الحمام والريسبشن. بصوا جمال السفرة قد ايه سيمبل، وقد ايه حلوة قوي، في تناغم عالي بينها وبين التفاصيل اللي موجودة في الشقة. هنا النيش. بصوا كمان النيش ترتيبه بقى وتفاصيله. النيش والبار او البوفيه، آه ممكن تقدري توزعي القطعة دي، الضلفتين النيش لوحدهم، بس طبعا هنا توزيعهم متناسق جدا عشان المساحة. ده حلو قوي ان انا لما بعمل الخشب عمولة بقدر استغل كل ركن عندي في البيت من غير زحمة او بهرجة كتير. هنا بصوا بقى هي بتعرض لنا طريقة فرشها او رصها للنيش. حتى فوق الفناجين دي موزعاها، والكاسات الكريستال. الجزء الازاز كله معظمه فوق، وهنا جزء من طقم الصيني اهو. في النص بقى هنا حاطة بقية الطقم الأركوبال وحاجات التقديم بقى، الحاجات تحتفظ بالأكل سخنة، وشنطة المعالق، الحاجات اللي تحطيها على السفرة للتقديم. أيتر من الناس اللي بيركزوا في تفاصيل شغلهم أوي، فعلا الشغل بيطلع حلو جدا أهو. أنا برضو كاسات فوق، وجزء من الطقم الصيني. الطقم الصيني شيك جدا، من الحاجات اللي بتعجبني الأطقم اللي بالشكل ده. دعوة حلوة من قلوبنا لأصحاب للبيت، أصحاب الشقة، ربنا يهنيهم ويسعدهم، اللهم آمين، اللهم بارك. هنا الجزء ده جميل قوي. الجزء ده جنب العمود قفلوه بالطريقة دي، بحيث ان هو بقى وحدة تخزين. ممكن تستخدميها بقى تبقى حاجات تقدمي فيها للسفرة، مناديل والشوك والحاجات اللي بتستخدم يوميا. بس العروسة هنا ما شاء الله، لان عندها في المفروشات كانت كميات كبيرة، فحابة تعملها ضغط في التخزين للمفروشات اللي مش هتستغلها. هنا الليد اللي موجود ده في الجزء بتاع الكهرباء عاد شكل حلو جدا. لما بتطفي النور بيدي شكل حلو قوي. دي الطرقة اللي بتودي لأوضة النوم. ونبدأ كده نقول بسم الله ما شاء الله، وندخل رجلنا اليمين وندخل الأوضة الرئيسية، الأوضة الماستر. بصوا بقى الجبسون بورد والتفاصيل. الأوضة قد إيه مريحة.
حلوة قوي، الوانها هادية جدا. الفرش بتاعها من غير بهرجة كتير، سيمبل جدا. بصوا الاضاءة اللي ورا السرير، والسرير هنا متنجد الظهر بتاعه اهو، نفس التفاصيل في الدولاب، نفس تفاصيل ظهر السرير، متناسق كمان مع الجزء اللي فوق في الجبسون بورد. فطبعا التناغم ده حلو قوي. وضع التسريحة في الكورنر ده كمان حلو قوي، عشان تحسي ان الأوضة هنا سيمبل. يعني الجزء بتاع التسريحة ده عاجبني قوي، اللي هو في الركن هنا كده. وإن كان العمود ده مضايقهم شوية، بس هما صراحة مستغلين العمود في أكتر من مكان في الشقة بتقفيلة حلوة. أو برضو الجزء الرسومات اللي على التسريحة نفس الفكرة. والتسريحة هنا سيمبل قوي، يعني مفيش فيها تسريحة كبيرة بالمراية معمول. طبعا ده ميزة الشغل العمولة، أو إنك تعملي خشبك عمولة بتستغلي كل جزء صح في البيت. هنا برضو شوفوا فكرة الكومود مع الأباجورة باللون الجولد مع الإضاءة جولد، فطبعا التناغم تناسق عالي جدا بينهم. ميرسي ايتنا على الفيديو الحلو ده. وده ارقامها يا بنات، اللي حابب يتواصل معاها بس يقول لها ان هو متابع حكايات جيجي، وان شاء الله تفرش لكم شقاكم يا رب، وانتوا كلكم متهنيين. بصوا بقى هنا هي بتحبش دايما تعرض الملابس، وده حاجه جميله بتاع العروسه، بتعرض بس الفرش. بصوا قد ايه الفرش سيمبل قوي. بشوف ناس كتير بيرصوا الدولاب بشكل يعصب، يعني ده فوق ده فوق ده، بشكل كده فني سريال. لكن هنا في تناغم عالي جدا في الالوان، في الرص، بحيث انك بترص بتشدي حاجه بتقدري تحتفظي بيها. لكن في ناس بيرصوا الدولاب بتشدي بتحسي ان كله هيقع، لانهم رصونه بشكل غريب. وطبعا هي حتى محافظه على الالوان، يعني حطت اللون الاحمر ده ملفت، وفي النص الاحمر ده في الابيض. بتظبط بقى الحاجات دي بالشريط ستان او الشرايط الخيش. فشكل طبعا انتوا شايفين تنسيقها في الدولاب رق جدا ازاي. ده الشكل النهائي لأوضة النوم. ربنا يهنيهم ويسعدهم. هي بتتكلم عن جمال المفرش ده، اللمعة بتاعته. وصراحة المفارش السوفت التركي دي حلت يعني حاجات حلوة قوي، يعني بدل المفارش اللي كانت بهرجة كتير الشفون وعليها شغل كتير. طبعا من الحاجات الجميلة المفرش الزينة اللي يبقى تركي بالطريقة دي، أو سيمبل أو بالطريقة دي. أوضة النوم الأطفال هنا مختلفة تماما. بصوا بقى الأوضة، شوفين بقى الأشكال اللي فوق، الطبلات اللي فوق تحفة في الجبسون بورد. الأوضة سرير واحد، مساحته حلوة مش صغير قوي. اللون المنت جرين ده من الالوان التحفه. بص ورق الحائط اللي ورا السرير حلو قوي. فكره الحروف اللي ملونه دي مبهج. وبعدين عامله جنبها بقى ركنه اهو بالكوشنز بتاعها، في الوان متناغمه مع الستاير والبرائع. بصوا جمال ده، حلو قوي. هي ما فضلتش تعمل 2 سرير. ده شكل الاوضه النهائي. التسريحه بتاعتها مختلفه اهو. بصوا جمال، دي واحده كمان. التسريحة الواحدة المراية دي وراها ضلفة تخزين تقدر تحط فيها الأكسسوارز والحاجات بقى بتاع البنات. شكل الأوضة حلو قوي. المنت جرين من الألوان المريحة جدا للعين. وهي صراحة مستغلة الشقة بشكل من غير كركبة، كل حاجة في مكانها. ده كان عمود وزودوا له جزء جبسون بورد، حطوا في الجزء ده الفحر ده في الإضاءة والحرف ده. فشكل طبعا مختلف. بصوا هنا جمال الحيطة دي يا جماعة، مش لزق ولا ستيكر ولا طابلو، ده حفر اهو هاند ميد ومتلون بالطريقة القمر دي. حلو قوي، حلو قوي ان حد يهتم بتفاصيل في الشقة تدي روح مختلفة، او يبقى شقتك لها طابع مختلف. وده اللي عروستنا النهاردة عاملاه. بصوا جمال الدولاب والتنجيد بتاعه. ده المفروشات برضو بتاع أوضة الأطفال. هي حاطة كل أوضة فيها المفروشات بتاعتها، وده حاجة طبعا جميلة. فوط كمان الأطفال هنا أهي، حلو أوي طريقتها رصها للفوط بالشكل ده، طعم جدا. تسلم ايديكي أيتن على الجمال اللي انت عاملاه في الترتيب هنا اللي انت عاملاه. شايفين الدولاب القماش بتاع التنجيد بتاعه تحفة. كتان، وده القماش الكتان ده من النوع اللي بيفضل العمر ثابت كخامة ومتانة ولون. ده كده خلصنا الطرقة، وندخل بقى على الجمال اللي في المطبخ. اللهم بارك، مساحة المطبخ حلوة قوي. بصوا التقسيمة بتاعته. يا بنات دايما بقول استغلوا المطابخ، تقفلي لفوق لأقصى حاجة تقدري تقفلي قفلي، بدل المنظر اللي دايما بنشوفه فوق الحلل الزيادة فوق. أو لأ بالعكس، احنا مع الوقت بنحتاج وحدات تخزين أكتر، بيبقى محتاج أدوات أكتر. فالمطبخ كل ما فيه وحدات معاكي طبعا هيحوش بقى الكركبة اللي بتبقى على الرخامة من الحاجات الكتير اللي ملهاش لازمة.
هنا حاجات سيمبل جدا، طقم سكاكين، طقم بهارات، مفيش اكتر من كده. العروسه النهارده عامله، ما عملتش رشاقه، وعملت آه، المصفى اللي بتبقى على الحوض. زي ما حضراتكم شايفين هنا الستاند ده اهو، إن كان ده يتحط فيه لسه فيه الزيوت والصوصات وكده. هنا الغسالة بتاعتها والغسالة الأطباق، ومعظم حاجاتها ال جي، من الماركات طبعا المحترمة جدا في السوق. وكمان أيضا بتفضل الماركات دي وكده. وشوف بقى رصة الحاجات، البواقي بقى بتاع الحاجات المطبخ اللي هي بتستعملها اهو. الحاجات اللي مش بتستعملها قوي حطها لها فوق. وهنا بصوا بقى الجمال، طبعا خامة المطبخ تحفة. هي ما عملتش اهي صفاية في فوق الحوض، بس حطيتها تحت. وصراحة هي كمان أيضا عندها حق، يفضل الصفاية اللي بتريحك كتير بدل ما نحطها على الرخامة. يعني يفضل الحاجات متبقاش كتير على الرخامة، بس طبعا كل تفاصيل الشقة مبهجة جدا، وفعلا ذوق راقي قوي. حاجات الكهرباء كلها والهاند بلندر والجزء ده كله اهو، هي مقرباها شوية يعني، حاطة الحاجات اللي ممكن ما تستخدمهاش فوق. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كل فيديو دايما بقول ان انا مش لازم يكون عندي نفس المساحة، نفس الامكانية، نفس الأجهزة، لكن كل فيديو باخد منه فكرة في اكسسوارز، في ألوان ديكور، في ألوان عفش، في تنسيق ألوان. أكيد بنقدر نستفيد من الحاجات دي، مع تنسيق بقى الأدراج كلها من الحاجات الجميلة في أي حاجة في المطابخ. والوحدات الأدراج، وخاصة الأدراج العميقة، نقدر نحط فيها الحلل بالطريقة الجميلة دي أهي. ده الباسكت بقى بتاع الخضروات، أو ده منظم للزيوت واللي يبقى جنب البوتاجاز، وده حلو قوي. اتمنى ان فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم، استفدتوا منه. لو بفكره، لو عجبكم فيديو النهارده متنسوناش بقى باللايك والاشتراك وتعليقاتكم الجميله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وشقه جديده وعروسه جديده. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مشاهده ممتعه باذن الله.